السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه القرع العسلي بالبشاميل. طعمه حلو جدا ومفيد وحلو قوي للاطفال كمان، بالذات ايام الامتحانات. وكمان هنزود عليه صوص الكراميل بيديله طعم حلو قوي، بيكون مناسب قوي معاه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه بنقشر القرع ونقطعه ونغسله كويس ونقطعه كده مكعبات، وحطينا عليه دول حوالي 2 كيلو كده. بعد ما اتقطع زودت عليه نص كوبايه سكر، وبعد ما غلي كده وقرب يستوي خدت منه كوبايه من الميه دي هحتاجها معايا، وسبت الباقي استوى كويس كده لحد ما كرمل في السكر اللي فيه. وبعد كده طفيت عليه النار وجبت صينيه دهنتها حوالي معلقه كده سمنه بلدي ونزلت عليها بالقرع. طبعا يكون ناشف كويس من الميه عشان خاطر يطلع معانا طبقه حلوه. افرده واسويه كويس في الصينيه واسيبه عشان خاطر يبرد كده ويطلع معانا طبقه متماسكه. وحطيت عليه كمان شويه جوز هند او اي مكسرات انتي حباها. هحطه في التلاجة او اركنه على جنب. ودلوقتي هعمل بشاميل. حطيت حوالي 3-4 معالق كده من الزبدة البلدي، ونزلت عليهم ب6 معالق دقيق، 6 معالق كبار دقيق. اقلبهم لحد ما يتحمصوا كده وريحة الدقيق تطلع. وبعد كده نزلت عليهم بكيلو لبن، كيلو لبن حليب، وهقلب بالمضرب كويس لحد ما الدقيق بتاعي يدوب خالص، عشان خاطر انا عايزة البشاميل يكون زي القشطة بالظبط. اول ما يبتدي يتقل معايا هنزل عليه بالسكر. زودت عليه حوالي 10 معالق كبار مليانين سكر، او ممكن مج كبير كده مليان، واقلب كويس. اول ما يبتدي يتقل معايا نزلت عليه بمعلقتين كبار كده قشطه بلدي عادي كانت في الفريزر، فنزلت عليها وهو على النار عشان تدوب معايا بسرعه. لكن لو هي سايبه معاكي حطيها بعد ما تخلصي خالص. دوقته الاول عشان اشوف لو مظبوط او محتاج سكر. وكمان زودت عليه كوبايه الميه اللي انا شايلاها من السلق بتاع القرع. السليق بتاع القرع شلت منه كوبايه الميه دي. طبعا هو عليه سكر فكده مظبوط قوي. خد معايا غلوتين 3، وصل معايا القوام المظبوط ده كده، قوامه حلو قوي. طفيت عليه النار وبعد كده هنزل على الصينيه بقى اللي انا حاطه فيها القرع العسل، ونزلت عليها بكميه البشاميل اللي انا عاملاها. ممكن كده خلاص واحطها في التلاجة، لكن انا هحطها تحت الشوايه تاخد وش. دلوقتي هعمل صوص الكراميل. حطيت نص كوبايه سكر على النار. طبعا مش هلمسها لحد ما الاقيها دابت كده من الجناب، بدات تسيح. بعد كده اقلبها بقى، النار تكون متوسطه، واقلب لحد ما كل السكر ده يفك معايا، ما تبقاش مخرزه كده، تبقى ناعمه خالص معايا كده. خلاص الكراميل داب خالص، مبقاش فيه اي سكر. نزلت عليه بمعلقه كبيره كده زبده بلدي تديله طعم حلو قوي. وبعد كده هنزل بنص معلقه نشا بس في قلب كوبايه ميه على لبن. انا حطيت نص كوبايه اللبن الاول، وبعد كده هقلب نص كوبايه الميه، هقلب فيها نص معلقه نشا او معلقه صغيره نشا بس كده. حطيتها عليها اقلب بقى كويس لحد ما يوصل معايا للقوام المظبوط كده. خلاص قوامه بقى مظبوط وفك خالص. اديله غلوه بس كده وبعدين هطفي عليه واسيبه يبرد كده. خلاص غلي شويه كده، وصل للقوام المظبوط. اطفي النار بقى واسيبه يهدى شويه. طلعت كده الصينيه من الفرن، انزل عليها بصوص الكراميل بعد ما هدي. كل طبعا ما بيبرد بيتقل. لونه حلو قوي وقوامه جميل جدا. ممكن تستبدلي صوص الكراميل بصوص شوكولاته او تسيبيها ساده برضو هتكون حلوه قوي كده. خلاص اسيبه بقى يهدى شويه لانها طبعا طالعه من الفرن. اسيبها بره لغايه ما تبرد وبعد كده ادخلها التلاجة. انا سبتها بس حوالي نص ساعه في التلاجة، لكن هي المفروض تقعد 2-3 عشان تبقى متماسكه كويس معاك كده. بقى قطعتها خلاص هندوقها. طبعا هي كل ما تسيبيها تتماسك اكتر هتعرفي تطلعي القطعه كده تكون مظبوطه معاكي، لكن هي سايحه لسه شويه عشان خاطر ما قعدتش كتير في التلاجة. طعمه حلو جدا. طبقه القرع كده متماسكه تحت، وبعد كده عليها البشاميل زي القشطه بالظبط، لقينا حاطين عليه زبده بلدي وحاطين عليه قشطه، فمدياله طعم حلو جدا. طعمه حلو جدا وطريقه حلوه قوي ومفيده، واي حد لو مش بيحب القرع هيحبها بالطريقه دي. وكمان تبقى عندك بقى صوص البشاميل او صوص شوكولاته تزودي كده عليها من فوق، تدي طعم حلو قوي. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.